احنا كنا بنتكلم الحقيقه على البطوله دي كانها واحده من البطولات المستحدثه في الكره المصريه، كاس السوبر المصري يعني. لكن الحقيقه انا النهارده بس اكتشفت ان البطوله دي يمكن فكرتها في مصر بترجع لاكثر من 50 سنه. وتكتشف النهارده كميه كبيره، او هتكتشف النهارده مع نفسك كميه كبيره من المعلومات اللي يمكن تكون بتسمعها لاول مره عن بطوله كاس السوبر، بالاضافه طبعا لمشوارنا. والاهلي بيمتلك مشوار مش متميز، متفرد الحقيقه على مستوى الالقاب ومستوى المشاركات في بطوله السوبر المصري. هيشرفنا الناقد اشرف زوف والمحلل الرقمي، هيكلمنا الحقيقه ويستعرض معنا تاريخ البطوله، ونتكلم على مجموعه من الارقام والاحصائيات اللي يمكن الحقيقه تكون لطيفه جدا. واحنا بنتكلم على طبعا مواجهه السوبر المنتظره اللي هتجمع بين الاهلي والزمالك يوم الجمعه اللي جايه. بدايه طبعا ارحب بيه واشكره على وجوده معايا في السادسه. مساء الخير يا استاذ اشرف. اهلا بك يا استاذ احمد وبكل الساده المشاهدين مشاهدي قناه النادي الاهلي. واسمح لي بس في الاول اتقدم بالتهنئه للنادي الاهلي العريق، طبعا نادينا العريق، ولحضرتك طبعا لفوز النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي متمثلا بقى في النادي الاهلي. قناه النادي الاهلي بفوزها باحسن قناه او افضل قناه رياضيه في سنه 2022. بشكر حضرتك. ده طبعا شرف لكل من ينتمي للنادي الاهلي وكل اهلاوي على الكره الارضيه عامه. اول جوائز الموسم، وان شاء الله تكون فيها الخير على الاهلي. وشي حلو ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله. يمكن انا ابتدي معاك بالتاريخ، لانه يعني الناس كلها عارفه ان البطوله دي بطوله مستحدثه. كنا يمكن يعني شفنا المواجهات اللي بتجمع بين بطل الدوري وبطل الكاس تحت مسمى كاس السوبر من سنين مش بعيده قوي. لكن القصه وما فيها زي ما حضرتك بتقول، انه القصه او الفكره دي نفسها كانت يمكن عمرها في مصر هنا اكتر من 50 سنه، واتطبقت بس مش تحت مسمى كاس السوبر المصري. يعني تقريبا يمكن قربت على 60، يعني يمكن 60 سنه يمكن من بدايتها من سنه 63، يعني 59 سنه تقريبا. ولكن انا عاوز اقول بس الاول، اول ما نخترع السوبر الحقيقي فعلا بقى، اول ما نخترعه هو الصحفي الهولندي انطوان ويتكامب. هو ده عالميا. ده عالميا. ده كان صحفي هولندي بيشتغل في صحيفه رياضيه هولنديه شهيره. كان يعني هو وزميل ليه كانوا بيدوروا على انتشار الصحيفه عالميا ويكون ليها يعني رياده وليها اسم كبير. فخد فكره كانت عملتها برضو احدى الصحف الانجليزيه الشهيره جدا، انها كانت وراء اقامه بطوله دوري الابطال الانديه الاوروبيه. فعمل دي، بس عمل بشكل جديد بقى، عمل بطوله تجمع بين بطل الدوري ابطال الدوري وابطال الكؤوس الاوروبيه. تمام. وبالفعل عمل البطوله دي سنه 73. وكان في الوقت ده كان اياكس امستردام الهولندي هو كان يعني زعيم انديه العالم في الوقت ده، كان هو المهيمن المسيطر على البطولات الاوروبيه في الوقت ده. واتعملت البطوله واتلعبت يمكن بين اياكس امستردام الهولندي ورينجرز الاسكتلندي. وفاز اياكس، ولكن الاتحاد الاوروبي ويفا في الوقت ده ما اعترفش بالبطوله في اول موسم، خصوصا ان كان رينجرز كان عليه شويه مشاكل كده وشويه ايقافات، ولكن في الموسم اللي بعدها اقرها الاتحاد الاوروبي، وفعلا كانت اول بطوله يمكن رسميه جمعت برضو بين اياكس الهولندي مع اي سي ميلان الايطالي، وكانت بتتلعب من مباراتين، وانتهت النتيجه المباراتين 6-1 لاياكس. ولكن بعد كده لظروف معينه اياكس يبدو انه في الفتره دي يعني فعلا كان مهيمن جدا. كان ريال مدريد طبعا الفتره دي يعني. طبعا كنا برضه عارفين الطاحونه الهولنديه، وكان منتخب هولندا طبعا وكرويف بقى، وفي الوقت ده كانت العصر الذهبي، يمكن كانت الحقبه الهولنديه بالظبط كده. وكاس عالم 78 و74 كانوا هم في الوقت ده هم المسيطرين على الكره في التوقيت ده. لكن عندنا هنا في مصر الفكره عندنا بقى عندنا الفكره اتعملت مرتين سوبر، وهي مش سوبر، أو يعني هي مش سوبر، ولكن هي بالمسمى الحالي او بالشكل الحالي هي كانت سوبر. تمام. كانت البدايه من موسم 63 64. يمكن كان صاحب الفكره المرحوم الكابتن محمد لطيف، طبعا بقى الرياضي الكبير طبعا، المعلق الشهير طبعا. معلق وحكم ومدرب واداري وكل حاجه، شيخ المعلقين، شيخ كل حاجه هو الكابتن محمد لطيف. عمل برضو دعوه كده المباراه، يعني مهرجان رياضي يجمع من بطل الدوري وبطل الكاس. يمكن بالمناسبه المباراه دي اقيمت على ملعب النادي الاهلي في التتش. لو ممكن نرجع الاعلام بتاعه كان في الاعلام بتاعها. يمكن حتى الاعلان لو شفنا فيه الطرافه اللي فيه، حتى لو هنلاقي ان هو بيقول لك على الانوار الكاشفه مهرجان كذا، ويعني حتى اسعار المقاعد والبلكون والحاجات اللي ده الاعلان بتاعها ده كانت برعايه التلفزيون المصري ووزاره الثقافه والارشاد القومي، كانت اسمها كده في الوقت ده سنه 63 64. التلفزيون العربي بقى ده
ايام كان 63 64 19 يوليو 63. كانت المباراه ايام الوحده مع بالظبط مع سوريا. كان نادي الترسانة هو بطل الدوري، وكان نادي الاتحاد السكندري هو بطل الكاس، واتلعبت. وحتى نشوف حتى كانت بيقول لك على استاد التتش، استاد الاهلي بالتتش. يمكن الحياه طريفه جدا يعني دي من الارشيف الخاص يعني دي. كان نادي الترسانة في التوقيت بطل الدوري بطل الدوري، ونادي الاتحاد بطل الكاس. كان بطل الكاس في اللي فعلا كانت دي اول دي. يمكن هي دي كانت الفكره، ومع انها ما كانتش سوبر، ما كانش حد لسه توصلنا لفكره ان في مباراه سوبر بالمعنى المفهوم او المعنى بس هي سوبر. هي سوبر بس ما اسمهاش كاس سوبر. اسعار التذاكر انا شايف الممتاز بجنيه، ده جنيه ولا 2 يا جماعه؟ جنيه ده في حاجات بالقروش، وفي البلكون اللي هو يعني ودرجه اولى 50 قرش، ودرجه ثانيه 25 قرش، يعني ودرجه ثالثه ب 10 قروش. كل الحاجات دي من وحفله بقى وقصه، والله طب لطيفه جدا. يمكن دي كانت يعني اول مباراه تعتبر مباراه سوبر في التاريخ المصري. وفي نسخه ثانيه برضو كان فكره السوبر، بس ما كانتش سوبر برضو. لسه بنقول هي سوبر ومش سوبر برضو. دي كانت في سنه 84 كان النادي الاهلي خد بطوله افريقيا ابطال الكؤوس. اول بطوله يحققها الاهلي في ابطال الكؤوس كانت 84 لما فاز على كالون ياوندي، وكان الزمالك فاز بابطال الدوري برضو اول نسخه لنادي الزمالك او اول بطوله، وكان الكلام ده في شهر ديسمبر 84. 6 يناير بقى 85 بعد مثلا انتهاء البطولتين دول باقل من اسبوعين، كان مباراه نهايه الدور الاول بين الاهلي والزمالك في استاد القاهره. كانت 6 يناير 85. وبرضه اتعمل في الدوري المصري. في الدوري المصري بقى اتعمل تقرير كده جميل، خصوصا ان في الوقت ده الاهلي كان بطل افريقيا ابطال الكؤوس، والزمالك بطل ابطال الدوري. كل فريق نزل الكابتن بتاعه معاه الكاس بتاعه، كانت زي مباراه سوبر. ونزل الكابتن مصطفى عبده المجري، كان هو كابتن النادي الاهلي. في صوره الكابتن، في اكتر من صوره. اعتقد فيها كابتن خطيب اعتقد فيها طبعا كابتن مصطفى عبده كابتن النادي الاهلي في الوقت ده طبعا، وكان كابتن شوبير وكابتن محمد عامر وكابتن محمد صلاح. كان كابتن نادي الزمالك، ونزل كل فريق برضو. دي كانت برضو مباراه سوبر برضو، ولكن هي ما كانتش مباراه سوبر. يمكن هم دول المباراتين اللي هم قلنا عليهم مباراه سوبر وهم مش مباراه سوبر. دول طبعا دي من ذاكره التاريخ او لا، لكن الفكره بقى بتاعت السوبر اللي احنا نعرفها، كاس السوبر المصري بقى لها قد ايه، كام نسخه؟ دي كانت احنا حافظين الاهلي طبعا 15 مع اللواء الدهشوري حرب، يمكن هو كان صاحب الفكره. دي نفس الصوره برضو في نفس المباراه، بس يعني كابتن سمير عادلي موجود اهو في الصوره اهو. ده كابتن سمير عادلي في الاخر ده بعد كده. ده كابتن عادل مأمور اللي ورا كابتن صلاح. عادل مأمور بالظبط كده، او كابتن مصطفى عبده ومحمد صلاح الدين. وفي صوره ثانيه يظهر فيها كابتن احمد شوبير، كابتن محمد عامر. يمكن دي برضو كنت في يعني برضو مع كابتن شوبير لما وريته الصوره دي واتكلمنا في الموضوع ده، بيقول لي انت ازاي بتجيب الافكار دي، ازاي بتقدر توصل للصور دي وتربطها بقى يعني الحاجات دي ذاكره وتاريخ. الحمد لله يعني الحمد لله. الصوره اللي فيها كابتن شوبير وراها بالظبط كده، لان كنت عرضت عليه في لقاء كده بيني وبينه يعني. ايوه استاد القاهره طبعا. لكن اول لقاء سوبر كان 2001. اول لقاء سوبر مصري كان 2001. يمكن كان اول لقاء. يمكن كام نسخه؟ النسخه اللي جايه دي 19. احنا لعبنا 18 سوبر. احنا عندنا السوبر مرتين لم يقام. 2011 احنا كلهم على السياسيه. 2011 و2013 اتلغى السوبر. يمكن اول بطوله سوبر اقيمت يوم 14 سبتمبر 2001، كانت المفروض بين نادي الزمالك مين صاحب فكره السوبر هنا في مصر؟ سمير زاهر رحمه الله. كابتن سمير زاهر. يعني كانت البدايه يمكن حتى في المحاولات وكده كانت اللي هو حرب الدهشوري، كانت يمكن هو بدايه الفكره مع كابتن احمد شوبير. كانوا برضو، ولكن لما خدت حيز التنفيذ بشكل رسمي مع كابتن سمير زاهر 2001. يمكن قلنا اول بطوله سوبر كانت 14 سبتمبر 2001، جمعت بين الزمالك والمحله، وكانت المفروض بين الاهلي والزمالك، ولكن الاهلي اعتذر عن البطوله. كان الاهلي بطل كاس مصر في الوقت ده مع لو نفتكر مع هاند ديسكي. كان الاهلي كسب المحله في نهائي الكاس، وكان الزمالك بطل الدوري، ولكن الاهلي اعتذر لان الاهلي كان راجع من كوت ديفوار من احد الماتشات او المباريات الافريقيه، وكان توقيت المباراه السوبر يعني كان هيبقى بعد عوده الاهلي بحوالي اقل من 48 ساعه، فالاهلي حاول ان هو ياجل المباراه يعني يومين ثلاثه او حاجه. حصلت مشكله فالاهلي اعتذر وشارك غزل المحله الوصيف. يمكن هنشوف احنا بعد كده حتى اكتر من مره في انديه بتشارك بدل انديه اخرى يعني. يمكن دي بقى مشاركات الانديه المصريه، عندنا 9 انديه مصريه شاركوا في السوبر. طبعا ياتي النادي الاهلي طبعا كالعاده في الرياده وفي الصداره ب 15 مشاركه. يليه الزمالك ب 10، حرس الحدود 2، المقاولين 2 ومشاركه، وانبي 3 مشاركات، المقاولين مشاركه، المقاولين 2، طلائع الجيش مشاركه، الاسماعيلي والمحله والمصري مشاركه وحيده. احنا لعبنا، احنا كاهلي لعبنا الزمالك ولعبنا امبي ولعبنا المصري، احنا لعبنا كل ولعبنا الفرق ما عدا المقاولين.
ما عدا المقاولين. ما عدا المقاولين لعب مرتين. المقاولين حاله استثنائيه في السوبر المصري بالظبط كده، لان المقاولين الفريق الوحيد اللي شارك وفاز بالسوبر، وهو من ضمن انديه الدرجه الثانيه او الممتاز به. ازاي فكرنا ده كان مع كابتن حسن شحاته بالظبط. كابتن حسن شحاته لما نتكلم برده في السياق برده على المدربين هنقول ان كابتن حسن شحاته هو برده المدرب الوحيد اللي فوز بالسوبر، وهو مدرب احد انديه الدرجه الثانيه او الممتاز به. المقاولين كان كسب كاس مصر في موسم 2004 في المباراه الشهيره لما كسب الاهلي، لما كان امير عبد الحميد اتكسر وخرج، والاهلي كان استنفذ تغييراته الثلاثه، واضطر ان الاهلي لاعب شادي محمد حارس مرمى، وكسب المقاولين بهدف طبعا ب 2-1 بالهدف الشهير في ولعب السوبر المصري. ولعب السوبر وهو كان في انديه الدرجه الثانيه، كان صعد للممتاز، ولكن كان في الوقت ده كان لسه ضمن انديه الدرجه الثانيه. يمكن هي دي برضو الحاجات خد كاس مصر وخد من بعديه سوبر وهو بيلعب في دوري الدرجه الثانيه. اكبر نتيجه في السوبر بالمناسبه كمان برضو، يمكن الكلام بيجيب بعضه بدري. يمكن المقاولين لما خد السوبر من نادي الزمالك حقق اكبر نتيجه حصلت في السوبر لما فاز على الزمالك ب 4-2. يمكن دي اكبر نتيجه، دي اعلى نتيجه اتحققت في السوبر بالظبط. يمكن بعد كده النتيجه اللي بعد كده الكلام برضو بدري يمكن اكبر نتيجه بعد كده كانت الاهلي برضو على الزمالك، واتكررت مرتين، فوز الاهلي على الزمالك 3-2. يمكن برضو دي اكبر، يعني انت كده ايه حرقنا الشغل بدري. لا احنا بنتكلم والكلام هيجيب بعض. يمكن اكبر نتائج بقى السوبر احنا قلنا فوز المقاولين على الزمالك 4-2، فوز الاهلي على الزمالك مرتين 3-2. تمام. يمكن هم دول اكبر نتائج. كم مواجهه اهلي وزمالك؟ 7 مواجهات. 5 انتهت 5 لصالح النادي الاهلي، و4 و2 لصالح نادي الزمالك. تمام. المرتين بتوع نادي الزمالك انتهوا بضربات الترجيح على فكره. يعني الزمالك لما يفوز بالسوبر على النادي الاهلي وبالمناسبه برضو نسبه برضو الكلام بيجيب بعض ما بندردشه مع حضرتك، نادي الزمالك حقق 4 القاب في السوبر، لم يفز ولا مره من 4 مرات في الوقت الاصلي. يعني الزمالك فاز 4 مرات منهم مرتين بضربات الترجيح. يمكن دي اكبر النتائج اللي لسه اهو. 2002 المقاولين على الزمالك، دي النسخه الوحيده اللي فاز بيها المقاولين تاني. لان المباراه الثانيه المقاولين ما لعبش سوبر تاني، لعب مع الزمالك تاني، ولكن خسر المقاولين. بالظبط. والاهلي على الزمالك 3-2 مرتين، مره في 2015 ومره 2018. مره 2015 دي اللي برضه في سنه الزعب بن زايد اللي هو فارق الخير. لا هنيجي للملاعب دلوقتي، انا بتهيألي برضه في ملاعب كتير جدا استضافت وانا مقسم حتى ملاعب فوز الاهلي لوحديهم والملاعب اللي كلها. هنيجي للملاعب. عدد فوز مرات الاهلي بالبطوله من اصل 11 مره شارك فيها او وصل فيها المباراه السوبر، فاز بيها 11 مره. انا عاملهم برضو حضرتك بالنسب، يعني الاهلي شارك 15 فاز 11 لو تجيبوا لنا سلايد الاهلي كده نشوف برضو الارقام معانا على الشاشه، واستاذ 61%. بس انا جايب كل الانديه في دلوقتي يعني كل الانديه اللي فازت بالسوبر. عندنا 5 انديه فازت بالسوبر بال 18 لقب، الاهلي يتدعمهم ب 11 لقب بنسبه 61% قدام حضرتك. نادي الزمالك فاز 4 مرات 22%. المقاولين العرب قلت لي حضرتك استاذ اشرف معلش عدد النسخ اللي اتلعبت 18 اللي جايه دي 19. تمام. الاهلي من ال 18 دول فاز ب 11 بنسبه 61% لوحده. 61% منفردا. الاربع فرق اللي بعد الاهلي بيحققوا بقى ال 39% التانيين، منهم الزمالك 4 القاب ب 22%. المقاولين العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش كل فريق محقق بطوله ب 6% من اجمالي ال 100% او نسبه الفوز ل 18 لقب للسوبر. طلائع الجيش دي بتهيألي النسخه اللي خدها على حساب الاهلي. واحده من الاربعه اللي احنا. وبالمناسبه طلائع الجيش احنا ضيعنا قدام مين يا استاذ اشرف؟ احنا 2 الزمالك وواحده الجيش وواحده الجيش وواحده حرس الحدود. لان برضه بالمناسبه لان الاهلي تبادل مع حرس الحدود الفوز 2009 2010. يعني طارق العاشي وحسام البدري حتى كمدربين تبادلوا الفوز والهزيمه قدام بعض. والاهلي وحرس الحدود برضه تبادلوا، يمكن الاهلي برضه مرتين مع حرس الحدود 2009 2010. حرس الحدود فاز مباراه والاهلي فاز مباراه. يعني دي برضه بالنسبه لسياق الكلام برضه عندنا. في لعيبه فازت بالبطوله مع اكتر من نادي؟ لا في لعيبه شاركت طبعا في لعيبه كتير اللي هو العميل المزدوج بقى لعب في اكتر منهم، من ضمنهم طبعا بقى نجم قناه الاهلي الكابتن اسلام الشاطر اللي لعب طبعا في اكتر من نادي، لعب مع الاسماعيلي ولعب مع النادي الاهلي. طبعا في ناس لعيبه كتير قوي، ولكن هنا يبقى بقى مؤمن زكريا يمكن الصوره، بس احنا كنا في ترتيب في السيكونس مش عارف هتبقى موجوده. نروح السلايد. كله معانا كله معانا وكله هيتلعب. كابتن مؤمن زكريا يعني بندعي له بالشفاء التام يعني ان شاء الله والشفاء العاجل. مؤمن زكريا ان شاء الله موجود في السوبر اللي جاي، سوبر رقم اللي بيحمل نسخه رقم 19 هيكون موجود ان شاء الله وهيتابع المباراه من الملعب ان شاء الله. ده مؤمن زكريا اللعيب الوحيد في الكره المصريه اللي لعب ل3 انديه مختلفه في السوبر. لعب لانبي ولعب للزمالك ولعب للاهلي. كان في لعيب قريب ان هو يحطم رقم مؤمن زكريا، ولكن قبلها باسبوع انتقل لنادي اخر، هو كان احمد عيد
عبد الملك اللي كان شارك في 2009 2010 مع حرس الحدود، ثم شارك بعد كده مع نادي الزمالك، وبعدين انتقل من الزمالك للنادي المصري، وكان هيلعب مع السوبر اللي هو المصري قبل في النادي الاهلي. كان 12 يناير 2018. ولكن قبل المباراه يمكن باسبوع في الانتقالات الشتويه في يناير انتقل لوادي دجله واتحرم ان هو يعادل رقم مؤمن زكريا. تمام. لكن في طبعا في اكتر من لعيب كتير، طبعا محمد صديق، طارق السعيد، سيد معوض، اكتر من لعيب كتير يعني، اينو واحمد حسن، لعيبه كتير قوي لعبت اكتر من نادي في السوبر. اكتر مدرب فاز بالبطوله دي هو اكتر مدرب بشكل عام، واكتر مدرب اجنبي هو مانويل جوزيه، طبعا صاحب الرصيد الاكبر باربع القاب، يمكن هو الوحيد اللي فايز باربع القاب، يمكن برضو دي من ضمن القاب الاهلي، فاز 2005 2006 2007 2008، ويمكن بشكل متتالي كمان مانويل جوزيه. يليه طبعا بقى المصري حسام البدري، برضه 3 القاب. يمكن احنا عندنا اكتر من مدرب مصري واكتر من مدرب اجنبي، لو رحنا حتى للمدربين كده. لا مش هنروح للمدربين، حاسس ان احنا بنجري، حاسس ان ايقاعنا سريع. لا احنا دايما بنحب ايقاعنا يبقى سريع على فكره. كويس تمام. هنكمل على قصه المدربين، بس هتسمح لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا النهارده استاذ اشرف زوف، طبعا الناقد والمحلل الرقمي. هتسمعوا ارقامه لسه، الاحصاءات والارقام مستمره وكل ما يتعلق بالسوبر وقرايته كمان لماتش السوبر اللي جاي. بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا في السادسه. الملك طبعا مانويل جوزيه هو اكتر مدرب اجنبي فاز بلقب السوبر، 4 القاب حققهم مع النادي الاهلي. وعلى مستوى المدربين المصريين حسام البدري برصيد 3 القاب. ده الكلام اللي قاله لنا استاذ اشرف زوف، طبعا ضيفنا في السادسه قبل الفاصل. قصه مدربين الاهلي، اذا كنا بنتكلم على 11 نسخه، مين المدربين اللي حقق معاهم الالقاب دي؟ هم 6 مدربين، 4 اجانب و2 مصريين. 4 اجانب و2 مصريين. من البرتغالي يمكن هي مسيطره والمهيمنه على البطوله. 4 مانويل جوزيه الواحد زي ما قلنا من دلوقتي، وتوني اوليفيرا في 2003. يمكن كان دي اول بطوله للنادي الاهلي برضو، كانت حسمت على نادي الزمالك بضربه اول بطوله سوبر يحققها الاهلي. حققها الاهلي في اول مشاركه ليه في 2003. توني اوليفيرا. توني اوليفيرا البرتغالي. وبعدين اعقبه بقى مانويل جوزيه ب4، يبقى 5 للبرتغاليين. كمان عندنا جاريدو في 2014، الاسباني جاريدو اللي هو مدرب الاسماعيلي الحالي. كمان في عندنا الكونفدراليه كمان اعتقد جاريدو. بالظبط مظبوط. وفايلر بقى في 2018، السويسري فايلر في 2018. دول الاجانب. بالنسبه للمصريين قلنا بقى حسام البدري 3 بطولات، ونسخه اخيره وحيده لكابتن عبد العزيز الشافي في 2015، وبالمناسبه برده كانت على نادي الزمالك، وبرده كانت على استاد هزاع بن زايد. يبقى دي هاجي للملاعب والاستادات. في نسخه من دول كانت غريبه او ما كانتش متوقعه، او كان فيها نتيجه طبعا في اكتر من مباراه. يمكن مثلا لو قلنا نسخه 2014، نسخه 2014 مع جريدو دي ركلات ترجيح تقريبا، كانت المباراه انتهت بالتعادل بالسلبي، ولعبوا وقت اضافي انتهى بالتعادل، لعبوا ضربات ترجيح. وكانت البدايه غير مبشره للنادي الاهلي، وليد سليمان واحمد عبد الظاهر اضاعوا اول ضربتين، وخلاص يعني كان الزمالك لو احرز الضربه دي كان فاز اول ضربتين وكملوا بقى الضربات. خلاص الزمالك في ضربه لو احرزها الزمالك كان خلاص احرز البطوله. تصدى لها شريف اكرامي، وبعدها البطوله الضربه اللي بعدها ضاعت الاهلي، وكذا لغايه الضربه الاخيره اللي ضيعها محمد كوفي في اللقطه الشهيره. طبعا ما تتنسيش طبعا. وفاز الاهلي بالبطوله. يمكن دي برده من الحاجات الغريبه. كمان بطوله 2015 اللي كانت على استاد هزاع بن زايد، كانت اول مره تطلع بره مصر. برده يمكن الزمالك كان تقدم على الاهلي بهدف، وعقابه برده ضربه جزاء للزمالك، اضاعها بقى كهربا لما كان بيلعب في الزمالك. ويمكن ضربه الجزاء دي كانت يمكن نقطه تحول المباراه. النادي الاهلي قدر يسدد 3 اهداف، وفي الاخر كهربا جاب جول والاهلي فاز بالبطوله. طيب تعال نروح للملاعب والاستادات. احنا يمكن في السنوات الاخيره اتعودنا نشوف البطوله بتقام في يعني خارج مصر، في الامارات الشقيقه طبعا. ويمكن طبعا الامارات بلد شقيق وشعبها غالي جدا على المصريين، وما بنحسش ان احنا في بلد تانية، وخصوصا طبعا مع الحضور الجماهيري الكبير كمان اللي افتقدناه. بيعملوا كرنفال كده جميل قوي يعني. طبعا بيبقى احتفاليه الحقيقه كبيره جدا بحضور. طب نشوف الملاعب اللي استضافت البطوله من اول ما ابتدت. يمكن لو قلنا استاد القاهره هو اكثر الملاعب اللي اقيمت عليه البطوله. 7 نسخ اقيمت على استاد القاهره، يمكن 2001 و2002 2006 2007 2008 2010 2014. ايوه. ثم يجي بعد كده بقى عندنا استاد الكليه الحربيه 3 نسخ 2003 2004 2009، استاد برج العرب استاد الجيش برج العرب 2012 2018 2020، واستاد المقاولين العرب في نسخه واحده 2005. دي الاستادات المصريه اللي استضافت البطوله. بالظبط، يمكن 14 نسخه على الملاعب المصريه. اما بقى خارج مصر ف4 مرات البطوله اقيمت، وكلهم كانوا في دوله الامارات العربيه
الشقيقه، مرتين على استاد هزاع بن زايد استاد نادي العين الاماراتي في 2015 و2017، وعلى استاد محمد بن زايد استاد نادي الجزيره في 2016 و2019. الاربعه اللي بره دول اهلي وزمالك؟ الثلاثه الاهلي لعب الاربعه كلهم. الاهلي لعب الاربعه كلهم، ثلاثه كانوا الزمالك، واحده للنادي المصري، واحده للمصري اللي هي بطوله 2017 على استاد هزاع بن زايد بهدف وليد ازارو اللي انتهى في الوقت الاضافي. والاربعه فاز بيهم الاهلي. لا الاهلي لعب 2 على استاد هزاع بن زايد، واحده قدام الزمالك وفاز 3-2 قدام المصري وفاز 1-0. تمام. ولعب 2 على استاد محمد بن زايد في الجزيره، وللاسف خسر المباراتين امام الزمالك بضربات الترجيح. تمام. يعني 2-2 بره مصر، 2-2 بالظبط كده. يعني جايه دي فاصله بالظبط، بيست اوف 5 بالظبط كده. طيب نروح للحكام. طيب عندنا الحكام ال 18 نسخه. عندنا 5 حكام مصريين و8 حكام اجانب. الاجانب برضو منهم حكام عرب وافارقه يعني بالمناسبه يعني. الخمسه المصريين يمكن في عندنا الكابتن محمد فاروق ادار 3 نسخ للسوبر. في اي ازمات تحكيميه حصلت؟ يعني عارف في الدوري في ماتشات حصل فيها ازمات تحكيميه وانسحاب في مبكر وانسحاب نتيجه قرار حكم. لا، ما كانش فيه غير بس كانت في مباراه 2015 اللقطه بتاعت اللي وقف على الكوره والبتاع والازمه دي بس، لكن هي ما كانش. لكن غير كده ما فيش حكام يعني لا افسدوا لا او التحكيم اثر على الحمد لله كلهم كويسين. الحمد لله. يمكن قلنا بقى الحكام المصريين محمد فاروق ادار 3 نسخ 2010 2012 2014، جمال الغندور نسختين 2001 و2002 دول اول نسختين، عصام عبد الفتاح نسختين 2005 و2006، حمدي شعبان نسختين في 2007 2009، واخيرا الكابتن رضا البلتاجي كان ادار نسخه واحده في 2004. دول الحكام المصريين. تمام. اما الحكام الاجانب بقى فعندنا 8 حكام من جنسيات مختلفه. يمكن كانت البدايه مع الفرنسي الان سارس اللي ادار نسخه 2003، والنمساوي فرانز شوخليك اللي ادار 2008، والاسباني كارلس كاربيلو اللي 2015، وتشيكي بابل كرالوفيتس 2016، والاماراتي بقى نيجي هنا بقى للحكام العرب. عندنا الاماراتي عمر الجنيني اللي ادار 2017، والالماني فليكس بريتش 2018، والنرويجي سفيان اودر فومون في 2019، واخيرا المغربي مصطفى غربال اللي ادار النسخه الاخيره 2020. صحيح. دول 8 حكام مميزين بالظبط، منهم حكامين عرب. بطل دوري بيواجه بطل كاس في ال 18 نسخه. الافضليه كانت لمين؟ لا دي يمكن الاهلي كل الانديه اللي شاركت خارج الاهلي والزمالك كلهم شاركوا بصفاتهم حاجه من الاثنين، يا بطل كاس يا بديل احد البطلين. يعني يمكن المحله شارك، احنا قلنا اول بطوله شارك مكان الاهلي بطل الكاس، الاسماعيلي برضو شارك مكان الاهلي وهكذا. في كمان الزمالك كان عوقب بالحرمان من السوبر نتيجه انسحابه من استلام الميداليات لما طلع مركز ثاني في السوبر برضو. فانسحب فلعب مكانه انبي وصيف الكاس. لكن اللي بطل الدوري والكاس يمكن الاهلي في مشاركاته عمل بقى طفره بقى، الارقام الكبيره اللي بتميز الاهلي. طب نشوف معانا جاهز مقارنه بين مشاركات الاهلي والزمالك في البطوله. الاهلي والزمالك في كل حاجه. تمام. نشوفها معاك وتعلق لنا عليها يا استاذ اشرف. دي ارقام الاهلي وارقام الزمالك في المشاركه في بطوله السوبر. ده النادي الاهلي، الابيض ده نادي الزمالك. تمام. بدايه المشاركه ده من بدايه طبعا من اول ما ابتدت بطوله السوبر. احنا كاتبين من فوق من 21 لغايه 2020. تمام. من 2001 ل 2020 لغايه نسخه 2020. تمام. بقى الاهلي شارك اول مره 2003، بدايه المشاركه 2003، الزمالك 2001. عدد المشاركات 15 للاهلي 10 للزمالك. عدد مرات الفوز 11 للاهلي 4 الزمالك. احراز الاهداف الاهلي احرز 11 هدف، الزمالك احرز 9 اهداف. استقبال الاهداف الاهلي استقبل 8 اهداف مقابل 13 هدف استقبال شباك الزمالك. الفوز في الوقت الاصلي بالبطوله الاهلي فاز 6 مرات مقابل ولا مره لنادي الزمالك. الزمالك ما حققش ولا مره في 90 دقيقه. فاز 4 يا وقت اضافي يا وقت اضافي يا ضربات ترجيح. تمام. الفوز في الوقت الاضافي الاهلي فاز مرتين والزمالك فاز مرتين. بضربات الترجيح الاهلي 4 والزمالك 2. عدد مرات الهزيمه 4 طبعا للاهلي خسر والزمالك خسر 6. الهزيمه في الوقت الاصلي 1 للنادي الاهلي و4 لنادي الزمالك. الهزيمه في الوقت الاضافي هنا مفيش وهنا مفيش. الهزيمه بضربات الترجيح 3 للاهلي و2 للزمالك. المواجهات المباشره بقى يعني احنا من 4 نسخ او من 4 القاب فقدناهم 3 منهم فقدناهم بركلات الترجيح. بالظبط كده. تمام. ويمكن المواجهات 2 من الزمالك، واحده من طلائع الجيش، وخساره عاديه في الوقت الاصلي امام حرس الحدود. دي الاربع خسارات اللي تعرض ليهم النادي الاهلي. المواجهات المباشره بين الاهلي والزمالك التقوا 7 مرات في السوبر. الاهلي فاز في 5 مقابل 2 للزمالك. الاهداف الاهلي احرز في الزمالك 8 مقابل 4 حرزهم الزمالك في الاهلي.
الاهلي بقى شارك في السوبر في ال 15 لقب بتوعه او في ال 15 مشاركه، شارك بصفته بطل الدوري 10 مرات مقابل 3 للزمالك. الاهلي شارك بصفته بطل الكاس مره وحيده بس مقابل 5 للزمالك. المشاركه بقى بالجمع بين بطل الدوري والكاس، الاهلي 4 مرات مقابل مرتين لنادي الزمالك. بيبقى بطل دوري وكاس وبيلعب في السوبر على انه بطل البطولتين. الاهلي حققها 4 مرات والزمالك مرتين بس للزمالك مرتين. يمكن هي دي الارقام المشتركه اللي ما بين الاهلي والزمالك. في فريق حقق لقب السوبر من غير ما يسجل ولا هدف. طلائع الجيش. بالظبط كده، برافو عليك يا استاذ احمد. فعلا طلائع الجيش فاز بالبطوله في النسخه الاخيره بضربات الترجيح من غير ما يسجل ولا هدف. الاغرب كمان في فريق بقى شارك 3 نسخ، يعني عندنا احنا انديه قلنا ايه؟ قلنا انديه الاسماعيلي والمحله وانبي شاركوا في البطوله وكلهم شاركوا كبدلاء. ايوه. وكلهم لم يفوزوا باللقب. والاغرب من كده يمكن انبي اكتر الانديه اللي شاركت بعد الاهلي والزمالك 3 نسخ، شارك 3 مرات ولم يفوز بالبطوله ولا مره في الثلاثه. نروح للهدافين. يلا. طيب عندنا 33 هدف احرزوا في بطوله السوبر. 18 مباراه، والله نسبه 18 مباراه، نسبه تسجيل يعني تقترب من الهدفين في كل مباراه. لو قلنا 26 لعيب احرزوا مين هداف بطوله السوبر؟ عبد الله السعيد، واحرزوا 3 اهداف وكلهم من ضربات جزاء. واحده في مباراه ضربات جزاء في اثناء المباراه. انا معايا معقوله يا استاذ احمد، ضربات الجزاء غير ضربات الترجيح. ضربات الجزاء يعني اهداف اثناء المباراه. ناكدها بس اصل الناس في ناس كتير بالنسبه لهم واحد. لا احنا بنقول يعني ضربات الترجيح وبنقول ضربات الجزاء. ضربات الجزاء دي اللي هي نتيجه عقوبه او مخالفه اثناء المباراه. ايوه. فاحرز 3 اهداف، منهم هدف في مباراه في انبي واثنين في شباك نادي الزمالك، هو الهداف هداف بطوله السوبر. كمان الهدافين الاجانب للسوبر النيجيري جونيور اجاي. كان عندنا 2 اجانب بس اللي هم الاجانب اللي احرزوا. الاثنين كانوا بيلعبوا في النادي الاهلي. جونيور اجاي احرز هدفين وبرده كان هدفين في نادي الزمالك. ايوه. ووليد ازارو بهدف وكان احرزه في شباك النادي المصري. يبقى دول ال 33 لاعب. عندنا بقى الاهداف ال 33 احرز الاهلي احرز منه 11 لاعب احرزوا في السوبر. الزمالك 7، 2 حرس الحدود، 3 المقاولين، 1 لكل من انبي والاسماعيلي والمحله. المصري وطلائع الجيش لم يحرز ولا اي هدف في كذا. ال 33 هدف جم ازاي بقى؟ احرزوا بشكل ازاي بقى؟ منهم اهداف من ضربات الجزاء 6 من 33 هدف اللي احرزوا في السوبر كله في ال 18 نسخه. اهداف الوقت الاضافي 4. اهداف الوقت الاصلي 23 هدف، دول مجموعهم 33 اللي هم كل اهداف السوبر. وقلنا الهدافين بتوعهم. المصري ما حققش اللقب صح؟ المصري لعب مباراه واحده وبرده كان بيشارك بصفته برده. يعني عشان بس معلومه انه المصري وطلائع الجيش ما سجلوش ولا هدف في المشاركه، بس المصري فاز من النادي الاهلي في المباراه، لكن طلائع الجيش فاز باللقب من غير ما يذكر. طيب يمكن عايز اقول بس حاجه بسرعه كده. يمكن المباريات اللي هي بقى ال 18 مباراه حسمت ازاي، يعني اشكال الحسم المباريات دي. يمكن في عندنا 4 مباريات حسمت في الوقت الاصلي، و4 حسمت بضربات الترجيح، و4 حسمت في الوقت الاضافي. يمكن دي برضو اشكال النتائج او كيفيه حسم المباريات. 4 وقت اصلي، 4 وقت اضافي، 4 وقت اضافي، 6 ضربات ترجيح، و8 وقت في الوقت الاصلي. تمام. يبقى دول كده ال 18 طيب. كده. تسمح لي اقف لحظه بس ناخد برضو مساحه مع مشاركه الجمهور. يعني احنا كنا بنتكلم معاهم طبعا، نستعرض معاكم على سؤال حلقتنا النهارده قبل ما نوصل نبدا بعادل جورج اسعد. لازم يشوف رد فعل كل لاعب وطريقه اللعب تحت كل الظروف عشان يوصل. طبعا كان السؤال مرتبط برايك في فكره اختيارات كولر في بدايات التشكيل للنادي الاهلي، وخصوصا طبعا ان احنا رايحين على المباراه الاهم في الدور الاول، مباراه السوبر المصري. طيب فكره التقييم متفق معاك طبعا مهمه جدا، ولو ان الراجل طبعا يوم بعد يوم بيشوف ده بشكل عملي في التمرين. عندنا سعيد سلام عرب الدواغره، لابد من وجود كل لاعبين في الماتشات عشان ياخدوا حساسيه لقاءات. تمام. محمد حسين بيقول كويسه عشان يتعرف اكتر على كل امكانيات اللاعبين. محدش خد باله من، انا هستنى كل بس او هاخد جزء طبعا من عايز اعرف لو حد من الجمهور خد باله من تريكايه كده ولا لا. هاني السيد بيقول اكيد طبعا عشان يستقر على افضل تشكيله في القادم، وامتى يحتاج خبرات كل لاعب في كل المراكز. ابو سليمان الاهلي كولر مدرب كبير وعنده خبره، واكيد هو عنده وجهات نظر انه يجهز الفريق المرحله اللي جايه، ولسه البطولات كتير والمباريات كتيره، وكله هياخد اكيد كله هياخد فرصته. متفق معاه. بس هي محتاجه صبر، وهنشوف الاهلي في حته ثانيه ان شاء الله، اكيد ان شاء الله باذن الله. ثقتنا كبيره جدا في كولر، مدرب محترم، بس ده من هامو البرولوسي، هامو البرولوسي تقريبا يعني.
مدرب محترم بس محتاج وقت انه يتعرف على امكانيات اللعيبه وافضل مركز لكل لاعب، واهم شيء عقليه اللاعب المصري يتالق هنا لما بتضغط عليه ويبقى خايف من المدرب بيطلع احسن ما عنده. ده راي حمو. انا الحقيقه يمكن كمان لفت نظري جدا في اختيارات كولر انه بيحب قوي يركز على الناحيه المهريه. يعني طبعا المدربين الاوروبيين يمكن دي واضحه كلام حضرتك يعني في محمود متولي. أيوه. المدافع اللي هو الحريف اللي عنده كوره بقى وفنياته عاليه شويه. ده بس باكد على كلام حضرتك دي بالفعل يعني. وكريم فؤاد برضو فكره توظيفه كجناح يمين. كجناح يمين اعتقد كان برضه في ماتش الاسماعيلي الكل توقع ان برضه هيتم الدفع بحسين الشحات او يعني او حد تاني. ولكن يمكن فاجئنا بكريم، وكريم يمكن كان ليه دور مميز برضه او دور ايجابي كبير في الهدف اللي احرزه الاهلي شادي حسين. صحيح بالظبط كده. طيب نرجع للسوبر مره ثانيه. ايه اغرب الارقام لو يعني برضه عندك حاجه مرتبطه بالحضور الجماهيري او الكثافه الجماهيريه او احداث معينه مرتبطه بماتشات السوبر؟ عايز بس اقول حاجه الاول، عايز اقول برضه يعني شويه حاجات كده عن النادي الاهلي سريع معلش عشان قبل الوقت ما اي حاجه في الاهلي عايز اقول كده براحتك خالص. بالظبط. يمكن النادي الاهلي هو اكثر الانديه بقى لعبا للصور المتتالي. يمكن الاهلي لعب 15 مره منهم 14 مره متتاليه. يمكن من تاني مشاركه للنادي الاهلي في 2005 بقى ده غير النسخه اللي احنا اعتذرنا عن المشاركه لا الاهلي لعب اول مره 2003 تمام، ما لعبش 2004 بعدين من 2005 بقى. لا يعني اقصد اقول غير النسختين اللي الاهلي ما لعبهمش. في نسختين مش نسخه واحده. 2001 و2002 يا فندم. لا انا ما اقصدش، لا في نسخه الاهلي ما لعبهاش اصلا. احنا لا احنا اعتذرنا عنها لكن كان يحق لينا فيها المشاركه مرتين. احنا بس ذكرنا الاولى لما قلنا المحله والكلام من ده. أيوه. قلنا الاهلي كان المفروض يلعب، لا الاهلي كان المفروض يلعب نسختين ورا بعض. ايوه والنسخه الثانيه اعتذر برضه الاهلي اعتذر برضه. النسختين دول مع ال 14 مره المتتاليه ولا قبل ولا مفصولين عنهم؟ قبليهم. الاهلي بدايه مشاركاته من البطوله الثالثه 2003 فالاهلي 2003 غاب 2004 وبعد كده الاهلي بقى من 2005 هو الضيف الدائم على بطوله السوبر كلها. فلعب 14 مره بشكل متتالي. يمكن طبعا ده رقم صعب ان حد يحققه يعني. طبعا. وبعد منه بيجي بعد منه يجي الزمالك لعب 4 و3 4 و3 وانبي مرتين وحرس الحدود مرتين. يمكن هم دول اللي لعبوا بس المتتالي. صحيح. اللي كان في حاجه بقى انا كنت عاملها اسمها الاهلي السوبر بقى. يعني طبعا النادي الاهلي انه يشارك طبعا في ال 14 بطوله متتاليه وانه يفوز ب 11 بطوله. يمكن برضو كنت عامل لها انفوجراف كده صغير لو ممكن نجيب الاهلي السوبر دي مهمه جدا. بالظبط كده. الاهلي السوبر ما بين ال 11 لقب اللي احرزهم الاهلي بالسنوات. يمكن البطوله الاولى كانت 2003، البطوله الثانيه 2005، الثالثه 2006، الرابعه 2007، الخامسه 2008، السادسه 2010، السابعه 2012، الثامنه كانت 2014، التاسعه 2015 والعشرة 2017 واخيرا البطوله ال11 كانت في 2018. يمكن ده بقى اللي هو الاهلي السوبر. هتلاقي الصور دي انا في التحديد هحطهم في الاخر موجودين يعني. كمان يمكن في شويه حاجات كده انا كنت عاملهم يعني ارقام للاهلي اكثر الانديه اللي الاهلي فاز عليها بقى. ايوه في السوبر الزمالك 7 مرات طبعا. ده كانت الحاجات الكبيره يعني. اكثر مقابله هو السوبر بصراحه يعني برضو عشان متفقين ما بقاش سوبر وما بقاش فيه الشغف الجماهيري غير لما يكون اهلي وزمالك بيتهيألي. بالذات كمان بقى ازيد على حضرتك كمان لما في الامارات كمان بالذات. بصراحه يعني الامارات عشان حضور الجماهيري تقصد هي بقى بتعمل كرنفال كده وبتعمل حاله برضو. بس يعني بس برضو لما كان بيتلعب عندنا في مصر واستاد القاهره يبقى مليان. في استاد القاهره يعني برج العرب شفنا. برج العرب طبعا. يعني احنا عندنا طبعا استاد القاهره دره الملاعب المصريه. انا افتكر طبعا زمان الاستاد ده كان يبقى فول يعني. وطبعا بنتكلم على ساعه استيعاب جماهير كبيره جدا. فبالتالي لكن طبعا الامارات عملت اللي احنا كنا مفتقدين. بتعمل له حاجه كده يعني بتخليه كده جو كرنفالي كده يعني وحاجه كده مميزه جدا يعني. تمام. ايه ده هو الزمالك قبل الزمالك انت قلت لي قبل مقاولين مرتين. دي المواجهات اكتر المواجهات المتكرره. الاهلي 7 مرات. يمكن قلنا 7 مرات. 5 اهلي 2 الزمالك. بالظبط كده. الزمالك والمقاولين 1-1 بالظبط. لعبوا مرتين، الزمالك مره والمقاولين مره. الاهلي وانبي. الاهلي مرتين. الاهلي كسب مرتين. الاهلي وحرس الحدود مرتين مره ومره. تبادل بالظبط كده. صح كده. ما شاء الله عليك انت خلاص كده. لا يعني ابقى بدخل معاك برضو يعني عندنا شويه الارقام دي لازم جدا على قد ما نقدر يعني. يمكن بس كنت عاوز اقول ان في يعني من ضمن الحاجات اللي قلنا يعني فرق بتاع ما كان فرق في 2006 استبعد الزمالك عشان زي ما قلت لحضرتك استبعد انه يشارك في 2006 عشان رفض لاعبي استلام الميداليات لما الاهلي فاز في السوبر الاخير. كان الاهلي فاز بثلاثيه على نادي الزمالك. اللعيبه بعد كده ما رضوش يستلموا الميداليات فتم استبعادهم بالظبط كده من السوبر اللي بعده. عايز اقول طبعا في عندي ارقام كتير طبعا. عايز اقول مثلا ان اول نسخه في السوبر
كان الزمالك البطل، اول هدف في السوبر كان احرزه حازم امام في جمال غندور، هو اول حكم ده الاول في كل حاجه بقى. الفرنسي الان سارسو اول حكم اجنبي دور اللقاء. سيد القصراوي حارس المحله اول حارس تستقبل شباكه. اول حاله طرد في السوبر كانت من نصيب التونسي وسام العبدي لاعب نادي الزمالك. ايوه يمكن دي كانت مفيش عندك رقم لاكثر حراس المرمى تالقا في ماتشات السوبر، او يعني بما ان فيها ضربات ترجيح يعني يمكن عصام الحضري في بطوله 2003 كان ليه برضه الباع كبير، كان شريف اكرامي برضه في 2014، يمكن هم دول اللي كانوا مميزين. يمكن شريف اكرامي في 2013 وفي بطوله 2017 لما تصدى ضربه جزاء كهربا برضه دلوقتي ان هم برضه ينطبق عليهم اللاعبين لعب اكتر من هو لعب في السوبر مع الزمالك وسجل في الاهلي. وبرضه اضاع ضربه جزاء وهو في الزمالك امام الاهلي، وبعد كده اصبح لاعب في النادي الاهلي. يمكن هي دي برضو صحيح الكلام ده كله. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ اشرف. اشكرك. انا شخصيا سعدت جدا بوجودك معانا وبالارقام والاحصائيات والقصص والحكايات والروايات المرتبطه بالسوبر المصري. نحتفل سويا بقى ان شاء الله باذن الله. 12 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. قصص وحكايات وتاريخ طويل جدا الحقيقه في بطوله السوبر. نتمنى الحقيقه يبقى كرنفال الكره مصريه، ونتمنى طبعا الاهلي يحسب اول القاب الموسم. هي البطوله دي يمكن بتحسب على بطولات الموسم الماضي، لكن هي بالنسبه لنا اول القاب مع بدايه الموسم الجديد. بشكر استاذ اشرف زوف ضيفي النهارده، طبعا الناقد والمحلل الرقمي، على الارقام والاحصائيات اللي خصنا بيها في السادسه. بشكرك شكرا جزيلا على تشريفك لينا، والف مبروك مره ثانيه للنادي الاهلي وقناه النادي الاهلي. الله يبارك في حضرتك، يعني في استمراريه كده دايما ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك. بشكر حضراتكم على المتابعه. مبروك لشاشه الاهلي، بفضلكم وفضل متابعتكم لينا ان شاء الله باذن الله دايما قادرين نقدم لكم الافضل، والافضل دايما يليق بالاحمر والنادي الاهلي نادي القرن. وباذن الله ان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه تكون مزيد من الالقاب والبطولات للنادي الاهلي. بشكركم على المتابعه، وبكره ان شاء الله نتقابل حلقه جديده والسادسه. تحياتي لكل اللي تابعونا النهارده.